شهادته بفني ومن الكلام الرائع اللي حكاه بحقي، هذا شرف لإلي. الشباب بيستاهل ويستحق انه يلقى دعم من الجمهور ودعم من الناس اللي في نفس المجال. الشامي لأول مرة في ستارز اون بورد مع صابر الرباعي ويارا. حلو انه كان في فعاليات نحن والفنانين، اشياء مهضومه هيك قريبه من الناس كانوا يحبوها. تعال صور شو اخبارك؟ الحمد لله تمام. شوفوا انا واقف، شوفوا واقف مع عملاق ومع عملاق كومينج مع صغير. لا. واللقاء ده بين صابر الرباعي وشامي شهد عليه اي.تي بالعربي في كواليس حفل ستارز اون بورد في دبي واللي جمعهم سوا. هلا شفناك عم تلتقي مع استاذ صابر الرباعي، شفنا قديش كمان هيك كان مبسوط فيك انك دخلت لعنده وكمان اعطاك هيك دعم زايد كمان. انا احترم اساتذتي جدا، الاساتذه العمالقه يلي وعين عليهم ومنهم طبعا الاستاذ صابر. هذا الاحترام يلي عم يبدر مني من اساس فنه هو الشيء اللي كتير كبير، ثانيا من شهادته بفني ومن الكلام الرائع اللي حكاه بحقي، هذا شرف لإلي. انا دائما بحترم الاساتذه. ورسم طريقك منيح يعني بشويش ما تستعجل بس ان شاء الله. شفنا كمان الشامي حاب يجي ويسلم عليك وشفت كيف انت دعمته وعطيته هيك تبس صغيره من خبرتك يعني. في شك يعني في شك الشباب بيستاهل ويستحق انه يلقى دعم من الجمهور ودعم من الناس اللي في نفس المجال بالنهايه، يعني نكمل بعض ونتواصل مع بعض وامتداد لبعض، فأكيد يعني أقل شيء. والشامي افتتح الحفل وطلع على جمهوره اللي نقدر نقول انه كان من بلاد عربيه مختلفه. واليوم كنت عم شوف هيك ستوريات تبعك، شفت الناس كيف كانوا متجمعين حولك باتلانتس، كلهم هيك جايين من كل البلدان، حتى في ناس من فلسطين كانوا عم بيحكوا معك. فخبرني هيك دائما لما ترجع تقعد لحالك وتفكر انه هالناس اللي شفتهم وحكيوك شو بيعطوك؟ يعني بيخلوك تحمل مسؤوليه اكثر، بيشجعوك اكثر، شو الشعور اللي بيعطوك اياه؟ لك فكره المحبه رغم الاختلاف، يعني انا احيانا مثلا بتكون في لهجه مغاربيه، يعني انا عم حاول افهم بس انا شايف المحبه بعيونها. فكره انك انت تخرق الحدود بالمحبه هي فكره كتير كبيره بالنسبه لي، بصفن فيها كتير وبتزيدني مسؤوليه، لانه انا عم بتعامل مع جمهور عربي مطلق. انت اليوم ملك الكل، ملك مصر وملك تونس وملك الخليج، وهي مسؤوليه وان شاء الله بنطلع قدها. لا قدها، فكالعاده الشامي قدم حفل ناجح والانرجي كانت عاليه.